السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتفاق استراتيجي بين الجزائر وإيطاليا لإنجاز مشروع ضخم بتيم مون. ولكن قبل أن نبدأ فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو وتعطير فمك بالصلاة على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. توجت مشاركة الرئيس تبون في قمة السبع بمدينة باري الإيطالية باتفاق استراتيجي بين الجزائر وإيطاليا لإنجاز مشروع ضخم بولاية تيم مون. ويتعلق الاتفاق حسب ما ذكره بيان للرئاسة يوم السبت بمشروع باسم مؤسسة ماتي إفريقيا الإيطالية لإنتاج الحبوب والبقوليات والصناعات الغذائية. ويهدف المشروع الممتد بين عامي 2024 و2028 إلى تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية التاريخية الممتازة بين الجزائر وإيطاليا على كل الأصعدة. يقول البيان مضيفا أن هذا الاستثمار من شأنه دفع المسار الاقتصادي الوطني بسرعة أكبر نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي. وحل الرئيس تبون ظهر الخميس بمدينة باري الإيطالية للمشاركة في قمة مجموعة السبعة بين 13 و15 جوان الجاري بدعوة من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني. وقبل عودته إلى أرض الوطن ترأس تبون لقاء موسعا مع ميلوني على هامش أشغال القمة التي ناقشت آثار التغير المناخي والتنمية في إفريقيا. وفي فبراير الماضي عبرت شركة بونيفيكي فيراريزي الفلاحية الإيطالية عن استعدادها لتنفيذ استثمارات فلاحية كبرى في الجنوب الجزائري في مجال إنتاج القمح الصلب والبذور، حيث أعرب الرئيس المدير العام للشركة فيديريكو فيكيوني خلال زيارة سابقة للجزائر عن تطلعه إلى تصدير القمح من الجزائر نحو إيطاليا. وفي النهاية شاركونا رأيكم حول هذا الموضوع ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا ليصلكم جديدنا. شكرا لكم.